السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. صباح الخيرات او مساء الخيرات على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. مش عارفه انا بعلي صوتي والفيديو بيبقى واطي ليه؟ النهارده معانا فيديو بقى يا جماعه، بصوا فيديو جميل قوي. يعني الفيديو ده فيديو الفرحه. ان شاء الله باذن الله احنا كده بنحضر شنطنا وطايرين على ايه، على مطروح اللي هواها يرد الروح. في الفيديو ده بقى يا جماعه ايه، انا النهارده الاربعاء على فكره، بكره الخميس احنا نسافر بكره ان شاء الله. والفيديو ده هينزل الخميس ان شاء الله اللي هو بكره. انا الوقت الساعه 1 بالليل بسجله 1 بالليل، وهنزلكم ايه ان شاء الله بكره اول الخميس. بصوا بقى، انا قلت بقى قبل ما اروح مطروح اعمل ايه، امسك بقى الشقه كده اديها تروقه محترمه وامسحها كده واروق عليها. لان انا ومحمد ابني بس اللي هنروح، انا جوزي ما بيروحش معايا مصايف ولله الحمد. جوزي من يوم ما اتجوزته لحد اللحظه دي ما بيروحش معايا مصايف خالص. انا بروح مع اهلي. فطبعا بقى ايه، بروق له بقى الشقه وبخلي له الدنيا فله يعني. فانا زي ما شايفين كده بدات باوضه النوم، روقتها وظبطتها. وبعد كده بقى ايه، طبعا كانت اوضه الاطفال معايا، كنت انا اصلا مروقاها ومظبطاها. ومحمد ابني كان بروق الشنطه بتاعته. انا بقى هنا معاكم بعمل معاكم ايه، بحضر شنطتي. هنا بقى بوريكم هدومي. انا مش هاخد حاجه، شايفين حاجات بسيطه خالص، بس الشنطه اتنفخت واتملت ازاي مش عارفه. باخد فطين، واحده ليا واحده لمحمد. باخد بشكير كبير عشان الف محمد فيه كده ما يطلع من البحر. باخد هدوم ليا بقى، وباخد داخلي. وخدت بقى الطقم بتاع الميه بتاعي اللي هنزل فيه، اللي هو المايو الاسلامي. وده طبعا السماعه دي اساسيه عشان نقعد نسمع بيها بقى ونصدع بعض بالاغاني. وخدت بقى وخدت الطقمين دول. يعني هلبس العبايه اللي انا دي هلبسها واروح فيها، وفي طقمين تانيين خروج. وده الطقم بتاع الميه بتاعي. وخدت بقى برفان، وخدت الفرشه المشط بتاع شعري، خدت الجيل بتاع محمد. وخدت حلق وخدت كريم عشان يعني ايه لو وشي حرقني ولا حاجه من ميه. لان انا والميه ايه ضد بعض. المهم ايه، كده اوريكم إيه الاوضه قبل وبعد، وكمان وريت لكم ايه شنطتي بتاعه المصيف. واحنا انا ومحمد ابني كده محمد كان مجهز شنطته بقاله. والله محمد مجهز شنطته دي يا جماعه بقاله 10 ايام. الواد من فرحته مش مصدق. لان احنا من 2022 ما رحناش مصيف، دي اول مره. هنا بقى زي ما انتم شايفين اوضه كانت منيله ب60 ليله. العيال كانوا قاعدين، طبعا سمكه حبيبه قلبي واختها كانوا قاعدين. وزي ما انتم عارفين ان انا بنام في الاوضه دي انا ومحمد. فقلنا بقى ايه، قلت اروقها علشان ايه، هنمشي بدري. هننام بس كده على الكنب، وبعدين اسوي الكنب قبل ما امشي وخلاص. زي ما انتم شايفين بقى ايه، لميت الدنيا كلها كده. ولميت بقى الارض عشان امسحها. انا بصوا النهارده والله العظيم طلع عيني. بصوا يا جماعه، النهارده مسكت الشقه بالجدر كده زي ما بيقولوا. شلت كل حاجه، روقت صح كده، وشلت صح ومسحت بقى، وشلت السجاد ومسحته. ومسحت السلم ومش عارفه ايه. والمطبخ كان مقلوب قلبه والله العظيم، انا مركوش المطبخ. بس كان مقلوب قلبه جامده قوي. وروقته برضو ومسحته. يعني ظبطت الدنيا النهارده. وهنا بقى خلصت الاوضه زي ما انتم شايفين كده. بقت زي القمر اهي. العيال كانوا مبهدلينها ومنزلين كل الحاجات دي على الارض، والدباجيب على الارض وكله. هنا بقى بقول لكم الغسيل ده نضيف، انا جايباه ايه من على السطح. طلعت جبت الغسيل ده من على السطح عشان ايه، اظبط شنطتي، لان كان في هدوم ليا مغسوله وانا كنت واخداها معايا. اهو طبقت الهدوم. وهنا بوريكم الدنيا لسه هنا برضو مش تمام. هنا بقى دخلت الهدوم الدولاب. وهنا بقى لميت الحافظه عشان ايه، امسح تحتها. طبعا ما جبتش اي حاجه في الصاله، حبيت اجري الفيديو شويه، مش عايزاه يبقى يعني مش عايزاه يبقى بطيء، ومش عايزاه يبقى طويل. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده انا شلت الحافظه اهي. همسح بقى والله العظيم، مسحت تمام، مسحت السلم بتاع الشارع ده، ومسحت السلم اللي جوه، ومسحت الشقه. وظبطتها زي ما انتوا شايفين كده تظبيطه ايه تمام. كده يا جماعه بقى احنا كده ايه خلصنا الشقه. ندخل بقى على ايه، على المطبخ. وما ادراكم ما المطبخ. النهارده ان شاء الله بقى هنعمل معانا ايه اكله بموت فيها ومحمد ابني بيعشقها. هنعمل جلاش باللحمه المفرومه. انا بقى جبت هنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا عندي اللحمه في الفريزر من العيد. فانا طلعت ايه زي كيلو ونص لحمه كده، وعملت معاه 3 بطاطسات، وعملت معاه 3 بصلات قصدي. وثلاث ثلاث وحدات فلفل اخضر. وكان نفسي احط توم وما افتكرتش التوم الا بعد ما بعد ما جه. وانتوا حطوا لكم بقى 5 6 فصوص توم كده. وبعت محمد فرمها في المفرمه عشان الكبه بتاعتي بايظه. بعد كده بقى جبت ايه توابل، جبت فلفل اسمر. وجبت ال7 بهارات، وجبت ايه الكزبره الناشفه والملح. ولا بحط اكتر ولا بحط اقل، انا بحبها كده وطعمها كده حلو. بس ممكن نعمل ايه بقى، ممكن اسمه ايه ده. وانا بعملها كده
بعملها على البوتاجاز بقى، ممكن احط فيها فلفل اسمه ايه ده، حبهان. حبهان بيخلي طعمها حلو وريحتها حلوه. هنا بقى ايه، قعدت اعجن فيها كويس جدا وظبطتها. انا طبعا ايه قفلت الكاميرا، قعدت اعجن فيها كتير قوي. قمت حاطه بقى ايه على 3 اكياس زي ما انتم شايفين كده، عشان كل ما عاوز اعمل حاجه اطلع وايه واعمل اهي. عشان بقى لو عاوزنا نعمل كفته، لو عاوز تعمل بشاميل مثلا، لو عاوزنا نعمل اي حاجه تانية. انا عايزه اقول لكم بقى ان انا من الناس اللي ما برتاحش قوي في البشاميل، يعني بحبه بس مش قوي، يعني انا عندي جلاش احلى منه بكتير. هنا بقى عملت 3 اكياس وعينتهم زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ايه، وطبعا شايفين انا حاطه ايه، حاطه بقى البصل وحاطه كل حاجه، فحطيتها كده في الطاسه. وعايزه اقول لكم برضو ان انا حطيت بعد كده قطعت معاها بصلايه برضو، عشان بحب البصل وهو متقطع مش وهو مفروم. حطيتها بقى على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. ما بحطش فيها طماطم، انا مش من الناس اللي بيحب الطماطم، ما بحبش الطماطم ابدا في اللحمه المفرومه، مش عارفه ليه. انا مش عايزه اكل لحمه مطبوخه، انا عايزه احس بطعم اللحمه. فزي ما انتم شايفين بقى كده عملت ايه، عملتها زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى بوريكم ان انا عندي ايه شوربه، كانت في الشوربه دي كانت في التلاجة ولسه مطلعاها. هنا بقى ايه بوريكم بقى، انا بحب احط يا جماعه مع الجلاش فلفل اخضر، وطبعا بحب احط زيتون قوي في النص، بس ما عنديش زيتون. اعمل ايه انا، قمت جايه مطلعه، ما عنديش حادق والله. بحط حادق، اي حاجه اي حاجه مخليه بتخلي طعم الجلاش جميل. فالحادق عندي كان خلصان، فناديت على جارتي جابت لي اربع 4 خيارات حادق، قطعتهم زي ما انتم شايفين كده، واحطهم في النص كده برضو بيخلي طعم الصينيه دي قمر. جبت انا بقى ايه طبق وحطيت فيه معلقتين سمنه محترمين، سمنه جنه دي العشق كله بالنسبه لي، بحب سمنه جنه قوي قوي. وحطيت عليهم زيت، ماشي، وحطيت عليهم زيت وايه، وزي ما شايفين كده ايه برص بقى الجلاش. بص برص 3 طبقات، يعني بعمل 3 وحدات، وبحط بينهم ايه الزيت والسمنه، مش كل رق لا، 3 وحدات وبينهم ايه الزيت والسمنه زي ما انتم شايفين كده. انا باكل على فكره. كده خلصت اكل خلاص. قلت بقى اما ايه اما اكمل معاكم تسجيل. هنا طبعا زي ما انتم شايفين اللحمه انا فردتها في الجلاش، وحطيت عليها بقى الفلفل الاخضر برضو اللي غير اللي انا فرماه مع اللحمه. وحطيت بقى ايه الخيار. والله يا جماعه كانت صينيه قمر قمر قمر. وكمان كانت، بصوا الحلاوه اللي كانت فيها ان هي كانت سمينه. الصراحه كانت مش سمينه اللي هي تتعبك، لا كانت مدهنه كده حلوه، ايدك كده تحسي ان انت بتاكلي حاجه. انا بحب الاكل كده، انا بحب الاكل مخدوم زي ما بيقولوا. المهم زي ما انتم شايفين بقى ايه حطيت هكمل بقى بقيه الجلاش اهو. وقفلت معاكم بقى الكاميرا وكملت انا ايه بقيه الجلاش مع نفسي. بعد كده بقى هعمل ايه، بعد كده بقى هجيب البتاع اللي عندي ده الشوربه، بقطع طبعا الجلاش زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هجيب الشوربه وهعمل ايه، هجيب نشا، وهجيب والنشا كان قليل شويه فانا حطيت معاه ايه نص معلقه دقيق. هقلبهم في بعض واحط معاهم ايه ملح فلفل اسمر كده، واقوم رشهم ايه على وش الجلاش. ولا بحط بيض يا جماعه ولا بحط لبن. والصينيه بتطلع زي القمر، بتطلع طريه بتطلع زي القمر، طعمها جميل جدا. وانا ما بحبش البيض اساسا يعني، لا 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 ماليش في البيض خالص. ما بحبش ريحته. فانا كل حاجه عندي بتتعمل بالبيض انا بستغنى عنها. في بدايل ليها يا جماعه، والاكل بيبقى زي الفل والله، بيبقى جميل جدا. زي ما انتم شايفين اهوت ان انا ايه عملت بقى النشا مع الشوربه، وحطيته فين، وحطيته في البوتاجاز. طبعا ده ولعنا بقى الفرن وحطينا الجلاش. وبعد كده يا جماعه بصوا بقى، انا كان عندي من رمضان القمر حبيب قلبي عصير البرتقال بالجزر، بموت فيه. ماشي، فانا ما لقيتش يعني بجيب اللحمه كده لقيت الكيس ده قدامي، قلت له تعالى يا قلبي ده انا بموت فيك. عصرته بقى وصفيته زي ما انتم شايفين كده. وطلعت والله بصوا الشفشق بالكوبايات ده اول مره، لسه مطلعاه من النيش حالا والله العظيم، اول مره حد يشرب فيه من يوم ما جه وهو مرمي في النيش. زي ما انتم شايفين بقى محمد بيقول لكم ايه العصير جميل جدا، تسلم ايديا. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده صينيه الجلاش كانت خلصت معانا، وكانت طلعت، وكانت صينيه قمر و10 على 10، وكانت بصي مظبوطه 100 100 اهي زي ما انتم شايفين. انا اصلا بموت في الجلاش وابني بيعشقه.
انتوا عارفين والله يعني الصينية دي كان فيها مليون بركة. الصينية كانت مش أنا لوحدي، ولا أنا عاملة الصينية على قد أنا وابني وجوزي، وهو نص كيلو. والله العظيم ربنا يا جماعة بيبعت الأرزاق مهما كان. يعني في ناس كانت منها مش متوقع إنها تاكل منها، يعني ناس جاية من هنا وناس جاية من هنا ومش عارفة ايه. والحمد لله ربنا رضانا ورضاهم ورضى الجميع. وانا بفرح قوي بالاكل عندي، بفرح قوي قوي فوق ما تخيلوا. يعني بفرح قوي لما باكل الناس، بفرح اول ما اكون مضيافه كده. خليكي ست مضيافه، خليكي ست جميله الابتسامه، خليكي ست جميله المقابله. ومش عارفه اقول لكم ايه يا جماعه. ربنا يرضينا جميعا ويجبر بخاطرنا جميعا، ويجعلنا من اهل الكرم يا رب. كده بقى زي ما انتم شايفين الفيديو بتاعنا خلاص خلص. انا كده طالما وصلت لهنا يبقى كده الفيديو خلص. واشوفكم على خير، واتمنى لنا رحله سعيده ونرجع بالسلامه ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله استنوا فيديوهات من هناك. سلام.